ازيكم يا حبايبي؟ احنا النهارده هنعمل محشي كرنب ومحشي بتنجان ولحم. انا جبت الطاجن وعملت فيه اللحمه زي ما انتوا شفتوها كده، حاجه كده يعني يا جمال وجمال. ده بتنجان انا هقوره كده، انا مقوره اصلا الكميه بحالها يعتبر دوم، بس واحده كده اقورها قدام الكاميرا كده. طبعا مش هقعد اقور البتنجان كله وانا واقفه يعني، اكيد ده نتعب. انا قورته كله اهوت، فاضل لسه واحده هقورها هي كمان. بصراحة مفيش حاجة مريحة. اول بتنجان بصراحة انا كنت جايبه صغير وكان جميل، قورته. بس البتنجان الابيض ده بحس ان هو طعمه مبقاش حلو في المحشي زي البتنجان اللي هو المخدد ده، اللي هو خد الجميل ده. دي الكرنبايه جبتها، طبعا الكرنب غالي، والخضار الشبت والكزبره طبعا الربط عندنا ب10 جنيه، معرفش عندكم بكام. والكرنبايه غاليه، وربنا يسترها علينا بقى، مش عايزين نتكلم في الموضوع ده علينا. انا جبت الكرنبايه وقطعتها كده زي ما انتوا شفتم، وباخد القلب ده بقطعه كده وبسلقه، وانا بسلق وبضيفه في ارضيه الحله كده تحت المحشي. ده البتنجان انا بقليه، مش بحب اعمله من غير قليه. بقليه يعني مش بحرقه، بديله يدبل كده من اليمة واليمة كده، بيبقى كده جميل كده. هو اتقلته كله وبقى بالشكل الروعه ده. نرجع بقى نروح للحم. انا جبت حته دهنه شوحتها وضفت عليها اللحمه، وجبت طماطم وفلفل وبصل ونص ليمونه، شوحتهم كده مع بعض بالجمال ده. اضيف عليهم بقى التوابل، قدر لوري وكمون وفلفل وبهارات لحمه وقرفه وزنجبيل، مبضيفش اكتر من كده، ونص معلقه سكر. الملح اكيد بحطه في الاخر عشان اللحمه تستوي. بقلب ده كله مع بعضه كده واسيبه شويه مع بعضه كده يتشوح كده ويشرب من بعضه كده، وتشم ريحه البهارات كده مع اللحمه. بعدين اضيف لها الميه على ما تتشوح كده. نشوف دور المحشي ده. انا جبت الكرنب وبقطعه كده زي ما انتم شايفين. انتوا حرة بقى، عايزه تخلي زي ما انت عايزه تخلي الصبع الكرنب قد انا بحب يعني الصبع معقول كده، يبقى ولا كبير ولا صغير، بس هو بقى جميله حلوه كده. المهم نرجع لموضوعنا. انا عملتها زي ما انتم شايفين. هخلص بقى. خلصي بقى يا حبيبتي، شوفي مصلحتك، مش فاضيلك. خلصنا ورجعنا. اهم حاجه للحمه، سيبنا من الكرنب والكلام ده كله، نرجع للحمه. اهم حاجه في الموضوع كله اللحمه كده داخله على على السوا، داخله على على السوا. هنرجع تاني للمحشي. المحشي قطعناه وظبطناه زي ما انتم شايفين. وده الرز، ضفت الرز عليه الصلصه والخضار وقلبته مع بعض، وهنقعد نحشي بقى. طبعا مش هحشي وانا واقفه، ده نتعه. انا هحشي كام واحده كده بس قدام الكاميرا، واخد بقى صينيتي كده وحاجاتي، واروح اقعد بقى كده براحتي واحشي وبراحتي كده سنده. اقعد احشي المحشي وانا واقفه، ده انا اتعب قوي. المهم ما اطولش عليكم يعني. آه حشيت جميل، صبع جميل. تسلم ايديك يا حبيبتي، تسلم ايديك. يلا من على السلامه. ورينا بقى المحشي اهو، وريتنا المحشي حاجه كده جمال وجمال. ده عملته كله وهي واقفه ولا ده؟ ماشي يا حبيبتي، تسلم ايديك. جبت الطاجن وضفت فيه معلقه زيت، وضفت عليه بصلايه كبيره وقطعتها زي ما انتم شايفين كده، وبعدين طماطمايه، وبعدين قرنين فلفل. بعد القرنين الفلفل هنضيف نتبل بقى الحاجات اللي احنا حطيناها دي، نص معلقه فلفل او كمون كده يعني. بعدين نضيف اللحمه الجميله بتاعتنا، هي اللي العمود الفقري بتاع الموضوع ده كله. اهم حاجه اللحمه، سيبكم انتم يعني. ضفنا اللحمه، ضفنا عليه المحشي. سلام. اما لو كل حاجه بتخلص في ثواني كده زي ما الفيديو بيعمل، في ثواني كده تلاقي اول واحده تلاقي اخر واحده، حاجه كده تقولش حاجه كده يا جمال يا جمال. خلصنا المحشي، ضفنا عليه الشوربه بتاعته، وحطينا الورق ده عشان لما المحشي يدخل الفرن ما يتلهفش. وده البتنجان، وكان فاضل كرنب برضك ضفته معاه، هنعيده هو كمان. وضفنا عليه برضك اللي ورقه الخضار دي، وهنحطها على البوتاجاز كده. المحشي ده داخل في السوا. هنشتري الورقه طبعا ونشوفه كده حاجه جميله. بجد الكاميرا ظالمه المحشي ده معاه، حرام عليها حد. وده كمان
مش عارفه الكاميرا دي قلبها حجر ولا إيه، ظالمه المحشي جامد. وده كمان لونه، ده كان لونه وشكله ولا طعمه. طعمه كان حاجه كده ايه طعمه، يا جماله يا جماله. المهم نرجع لموضوعنا، قلبنا المحشي بقى اهوت، واللي في الطاجن بقى جميل. خلاص بقى يا حبيبتي، احنا متشوقين اصلا، قلبنا بقى خلينا نشوف. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي حبايبي واذكروا الله. المحشي جميل جميل جميل. طعم المحشي مع اللحمه في الطاجن حاجه كده مفيش بعد كده. المحشي سخن يا حاجه، انت رايحه فين بايدك يا حبيبتي؟ سخن يا حبيبتي. اللحمه كانت دايبه، المحشي مخليها دايبه دايبه دوب، بدل المحشي التاني. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا الله، والهنا والشفا اللي كل. وتسلم ايديا والله، تسلم ايديا، شكرا يا حبايبي، شكرا شكرا على تسلم ايديا، وبألف هنا. وده لسان عصفور معلنا منه، هنبقى ننزله بعد كده. اهم حاجه المحشي، المحشي والكرنب هما دول العمود الفقري اللي احنا قلنا عليه. إيه كده المحشي والبتنجان والكرنب واللحم والشوربه ولسان العصفور، وبالهنا والشفا اللي كان. وتسلم ايديا والله، وصلوا على النبي حبايبي وقولوا لي بقى في التعليقات تسلم ايديكي، الله ينور عليكي، تسلم ايديكي يا ست الكل. إيه الحاجات الحلوه ديت. تمام تمام، سلام.